الكاف يستقر على إقامة مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من دوري الأبطال في الفترة من 22 ل 26 ديسمبر المقبل بسبب انشغال الأحمر بإقامة مبارياته في بطولة الانتركونتيننتال في منتصف الشهر ذاته، وغضب عارم في رابطة الأندية من هذا التغيير المفاجئ والذي سيجبرهم على تأجيل مباراتي الأهلي أمام سموحة والمصري والتي ستقام في هذه الفترة. الأهلي ينفي كل ما يصار حول تعديل عقد وسام أبو علي ماليا لتحصين اللاعب من إغراءات الأندية الأوروبية والخليجية. عمر الساعي يقترب من الدخول في قائمة الفريق لمباراة زد في الدوري بسبب معاناة عمرو السولية من كدمة قوية خلف الركبة. الأهلي يستأنف تدريباته في 5:30 من مساء الغد بعد الحصول على راحة من التدريبات اليوم، وكولر يستغل الأجازة في دراسة زد لوضع يده على كل كبيرة وصغيرة قبل لقاء الخميس القادم. كولر يركز بشكل كبير على زيادة الانسجام بين رام ربيعة وخالد عبد الفتاح لحل أزمة دفاع الأهلي قبل مواجهة زد بالدوري. طبيب الأهلي ينفي كل ما يصار حول خضوع ياسر إبراهيم لجراحة الفتاء بسبب معاناته من الآلام قوية أسفل البطن. قواعد الفيفا قبل إجراء قرعة كأس العالم للأندية تؤكد أنه لا يمكن أن يقع فريقين من نفس القارة في مجموعة واحدة، وأنه من المستبعد أن يتواجد الأهلي مع الترجي أو صن داونز أو الوداد، وكذلك من المستبعد أن يقع ريال مدريد أو مان سيتي أو تشيلسي مع أي فريق أوروبي آخر في نفس المجموعة، ومن المستبعد أيضا أن يقع الهلال مع أي فريق آسيوي في نفس المجموعة أو يقع فلومينينس البرازيلي مع أي فريق من نفس القارة. وقواعد الصعود للأدوار التالية تؤكد أن الفريق صاحب المركز الأول من كل مجموعة سيواجه في أول الأدوار الإقصائية تاني المجموعة التي تلي المجموعة التي يتواجد فيها، والتاني من كل مجموعة يصطدم بأول المجموعة التي تلي مجموعته. محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي يقرر وضع بنود تحفيزية في عقود لاعبي الفريق الذي ينوي تمديدها وتعديلها الفترة القادمة لتحفيز كل منهم على تحقيق أفضل أرقام مع الفريق والمساهمة في المزيد من البطولات. شركة تذكرتي تطرح تذاكر مباراة الأهلي وزد في الدوري على موقعها الرسمي بأسعار تبدأ من 75 جنيه وتصل ل 300 جنيه. بعض مسؤولي نادي الزمالك يمولون بعض اللجان القذرة لتوجيه السباب للكابتن محمود الخطيب على موقع إكس في محاولة خبيثة للإساءة لشخص لم يخرج منه لعيبة طوال عمره. محمود زلاكا لاعب سيراميكا كليوباترا ينفي للمقربين كل ما يصار حول دخوله في مفاوضات مع الأهلي ويؤكد أنه ملتزم بعقد مع بيراميدز ويلعب لسيراميكا كليوباترا معارا فقط. بعض جماهير الأهلي تطالب إدارة النادي بالتفاوض مع حمزة المسلوسي واستغلال انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري للضغط على الزمالك والرد على تفاوضهم مع بيرستاو. الأهلي يخاطب اتحاد الكرة للتحقيق في ظاهرة تسنين الناشئين ويؤكد أن هذه الظاهرة تعد خطر حقيقي على الكرة المصرية. عادل جمال لاعب العين الإماراتي السابق صاحب الفيديو الشهير وبعض أصدقائه يظهرون في النادي الأهلي ويتقابلون مع الكابتن محمود الخطيب لالتقاط صور تذكارية معه، ورئيس الأهلي يهديهم درع وقميص الفريق ويشيد بروحهم الرياضية. محمد عادل حكم مباراة البنك الأهلي والزمالك يؤكد في جلسة التحقيق معه في اتحاد الكرة أن كل ما أثير في البرامج والسوشيال ميديا كلام تافه ولم يحدث والهدف منه تشويه صورته، ويطالب بنشر المحادثة التي دارت بينه وبين حكم الفار للعلن حتى يعرف الجميع الحقيقة وإن كان قال مثلما يتردد أم لا. مصدر بالزمالك: كل ما يصار حول التفاوض مع بيرستاو أو بن شرقي أو طارق حامد مجرد شو فقط. قد يكون تحدث معهم البعض من مسؤولي النادي لكن لن يقدر الزمالك على ضم أي منهم الفترة القادمة نظرا لعدة أسباب، ومن أهمها وضع النادي أولوية لتجديد عقد زيزو وسداد غرامة باتشيكو الضخمة والتي سيتم بسببها إيقاف القيد خلال أيام. الزمالك يسرب لبعض الصحفيين أنباء عن خضوع فتوح لتحليل منشطات من المنظمة المصرية للمنشطات وثبوت عدم تناوله أي شيء مخالف حتى لا يجعل جماهير الأهلي تتحدث في تلك القصة، وذلك رغم تأكيد مصادر بالمنظمة أنها لم تخضع اللاعب لتحاليل حتى الآن. أشرف داري مدافع الأهلي يهنئ أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان بعيد ميلاده على انستجرام. ينفي كل ما يصار عن قطع أعارة زياد كمال لنادي الزمالك ويؤكد بقاء اللاعب مع الأبيض لنهاية فترة الإعارة، ويؤكد أنه لو أزيلت الضغوط الموضوعة عليه بسبب بنود عقده فسيتألق وسيقدم أداء مختلف. يؤكد أنه في حال عدم مشاركة محمد حمدي في 40% من المباريات مع نادي الزمالك بالموسم الحالي فسيتعرض الأبيض لعقوبات مالية وفقا لبنود عقد اللاعب. إصابة زيزو تفتح الباب أمام مشاركة شيكابالا بشكل أكبر مع نادي الزمالك في المباريات القادمة رغم خلافه مع جوميز. الزمالك يدرس فكرة التعاقد مع غنام محمد لاعب نادي مودرن سبورت أو عمرو قلاوة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا في يناير لحل أزمة الوسط التي ظهرت في غياب دونجا. شكوك حول مشاركة رونالدو مع النصر السعودي أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا بسبب معاناته من إرهاق. طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري السابق: اسكواد العين الإماراتي يقلق أي منافس.
فهو يمتلك لاعبين على المستوى الهجومي أصحاب مهارات وقدرات كبيرة، وصراحة كنت متخوف على الأهلي قبل هذه المواجهة، وكنت متشوق لرؤية زعيم آسيا وزعيم أفريقيا وجها لوجه، وتفاجأت بمستوى الأهلي في تلك المباراة والسيطرة بشكل تام عليها. وما ساعد الأهلي في ذلك هو جمهور الذي احتشد في ملعب المباراة وشكل ضغوط كبيرة جدا على الفريق الضيف. يحسب لمارسيل كولر ومدافعي النادي الأهلي إيقاف خطورة لاعبي العين الإماراتي تماما في اللقاء، ولكن الأداء الرجولي وتحمل المسؤولية ليس جديد على النادي الأهلي، والأهلي تعود أن يظهر شخصيته القوية في هذه المواجهات الصعبة. بالنسبة للخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام، فأعتقد إذا تم اللجوء له لابد من اختيار شخص قادر على عمل تأثير إيجابي في مستوى الحكام، وليس مجرد شخص يأتي لتولي المهمة فقط ويكلف الدولة أموال. مصر لديها حكام جيدين ويحتاجون فقط الحماية وأن يقودهم شخص قادر على تطوير أدائهم بشكل مستمر. الجدل والغسيل الوحش بين أفراد منظومة الحكام لابد من التوقف عن نشره، وأن يقوم جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين وغيرهم بحل مشاكلهم بعيدا عن الإعلام. إحنا عايزين أداء جيد من الحكام وليس معارك بين الحكام السابقين على الشاشات وتصريحات لا قيمة لها. جوزيه جوميز انسجم بشكل كبير مع نادي الزمالك وبدأ يضع يده على كل شيء في الفريق الأبيض، والزمالك يتطور تحت قيادته رغم النقص العددي في صفوف الفريق، وأرى أن المدرب البرتغالي يسير بخطة ثابتة مع الفريق الأبيض. عبد الله السعيد لاعب نموذج ويؤدي أدوار في الزمالك حاليا لم يؤديها وهو لاعب شاب، والسن بالنسبة لعبد الله السعيد مجرد رقم، والتزام اللاعب خارج الملعب مؤثر بالإيجاب على اللاعب داخل الملعب. النظام الجديد للدوري جيد وسيجعل هناك صراع من أول جولة على كل نقطة للتواجد في ال9 فرق الأولى الذين سيتنافسون في الدور الثاني على اللقب. عمر الأيوب الناقد الرياضي: فكرة الاستعانة بخبير أجنبي فشلت تماما، وتجارب كلاتنبرج وبريرا تؤكد أن الحل للتحكيم في تولي مصريين المسؤولية. مصر مليئة بالخبرات مثل جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وسمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وأحمد الشناوي وناصر عباس وغيرهم قادرين، ولكن بشروط، أهمها وجود الدعم الكافي من اتحاد الكورة، لأن التحكيم فعلا ليس لديه ظهر يحميه أمام هجمات الأندية. اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام يرى أنه من الأفضل الانتظار لقدوم مجلس جديد يتولى المهمة ويختار ما يراه مناسب في إدارة لجنة الحكام، وهذا الأمر غير سليم لأن الموسم مضغوط وانتخابات الجبلية 10 ديسمبر، وبالطبع المجلس الجديد سينتظر عدة أسابيع لإجراء أي تغييرات في اللجان بالاتحاد، وهذا يعني أن التحكيم سيستمر على حاله قرابة 3 أشهر، وهذه فترة زمنية كبيرة لا تتحملها مباريات الدوري. ويجب من الآن تعيين لجنة حكام كاملة المعالم تضم رئيس ونائب ومدير فني وأعضاء لهم صلاحيات ودعم كامل من الاتحاد ورابطة الأندية ووزارة الرياضة. لا توجد حاليا رؤية للتحكيم المصري، والعمل يسير على طريقة شد حيلك يا بلد، والنتيجة تعيينات عشوائية وأخطاء تحكيمية كارثية تستوجب وقفة جادة من اتحاد الكرة لتحديد الأدوار ووضع سياسات واضحة للعمل وتقسيم الأدوار والملفات بينهم، خاصة إذا اتفقنا أن كل الموجودين كفاءات وتستطيع النجاح بقليل من التنظيم.